تعالت أصوات النداء إلى الجهاد، فما كان منا إلا أن نلبي حتى ننتصر ونرجع لأهلنا وأرضنا قريبا إن شاء الله. أنتم الصفوة، بكم تقوم الدولة، والأيام القادمة فيها مهام عظيمة للذئاب المنفردة. كل واحد فيكم يقدر يزعزع كيان دولة بحالها من دول الضلال. كل واحد فيكم في لحظة هيكون قنبلة تنفجر في كل عدو، ومش أي عدو. يعني لحظة استشهاد كل واحد فيكم هيعرف إنه ب1000 منهم. ولغاية لما تيجي اللحظة دي ليكم كل المخصصات والامتيازات. يعني الأعزب يتزوج والمتزوج يزداد وتزداد المخصصات. ليس لكم إلا العبادة والحراسة حتى يحين موعد باب الجنة. احنا بنبني دولة هتورث الأرض، دولة مؤيدة بأقوى القوة، مؤيدة بالله. وفقنا الله لما يحب ويرضى. دلوقتي انت هتقعد هنا مع جد وتيتا لغاية ما انا اوضب اموري ونقعد في مكان حلو سوا. انت عارف ان انا طول الوقت ما بين الاوتيل والقناة، صح؟ من بكرة هناخد ورقك هنحوله لأحسن وأرقى مدرسة في مصر. اوكي؟ خليك فاكر ان بابا بيحبك قوي. باي. طب مفيش فلوس لبابا قبل ما تمشي؟ حبيبي، ايه رأيك تخش تشوف الأوضة اللي أنا وجد وتيتا عملناها لك؟ هتعجبك قوي على فكرة، قوي. يلا. اصل الواد ده محتاج مصاريف واهتمام وعناية ورعاية كمان. حاضر حاضر، هبعت لك كل اللي انت عايزه، بس خليك فاكر ان ده حفيدك، ده مش عيل انا جايبه من الشارع وسايبه عندك، ده حفيدك. ممكن تخليك حنين عليه وانسى موضوع الفلوس لانها هتوصلك. ممكن انت وسته تهتموا بيه شويه، ممكن تبقوا تحكوا له حواديت. ما تقلقش، هبعت لك فلوس كتير. سلام. سلام. ايه؟ مفيش مبروك يا رندا؟ مبروك يا رندا. ما جيتش تاكل معانا ليه؟ ماليش نفس. وجورج صاحبك فين؟ في اوضته. طيب تعالى معايا هفتح لك نفسك. مش عاوز بجد، شكرا. بص، هو المشروع بتاعك احسن، دي حقيقة. شكرا. كمان انا قلت لك اني شفت الدكتور قبل كده. قلت لك برضه انه بيشتغل عند بابا في الشركة. يعني عشان لا خالص، هو شايف ان مشروعي افضل، هو ذوقه كده. اكيد مش هيجاملني عشان عند بابا في الشغل يعني. اكيد طبعا. معقول يعني ازاي حد هيفكر كده؟ اكيد ذوقه. فاكر يا علي لما جه يسلم عليا وانت واقف جنبي؟ طبعا فاكر، لما كان مش شايفني. هي دي مشكلتك يا علي، اللي هي ايه؟ انك مش متشاف، محدش بيشوفك. زي ما قلت لك قبل كده، قديم، مش بتلمع، مش بتبرق. خدتش بالي. لا خد بالك، انا بكلمك كأخت، نصيحة من أخت. حاول تغير لبسك، اسلوبك، الكوميونتي اللي انت عايش وسطيه. كل ده عشان اخد جايزه؟ لا خالص، عشان تكمل حياتك صح. انت زي الناس ما شايفاك يا علي، مش زي ما انت ما شايف نفسك. الناس بتحب تشوف الشيك، القوي، الظريف، اللي يحسسهم انه عنده كل حاجة. ساعتها بس يبقى متشاف ومحدش يقدر ما يشوفوش. رندا، واحنا بعد ما نرجع القاهره هنتقابل تاني هي دي الملحوظة التانية يا علي. احنا اتقابلنا في الفيوم، كنت ألطف حد في شلتك، كنت مختلف،
حتى لو تفتكر كنت هتلاقيني بسيب صحابي باجي اقعد معاك انت بس. عشان كده بقول لك ممكن يعني نتقابل تاني. بس ده مش معناه اي حاجه يا علي، ده معناه انك الطفهم، ينفع نتكلم في الرحله دي، بس اكتر من كده صعب. يمكن لو اتقابلنا في وقت تاني كنت عرفت تصحصح كده وتعمل ابديت لعلي وتبقى موجود وبتلمع، يمكن ساعتها يبقى في بينا كلام. لكن دلوقتي صعب جدا يا علي. مع السلامه، انا هروح اشوف صحابي. رندا، ممكن اقول لك حاجه؟ مفيش داعي. قول. مبروك الجايزه. الله يبارك فيك يا علي. والله يا نوما، مش ده طارق الكساب بتاع قناة الصحراء؟ شفته. بقول لك ايه، تعال نسلم عليه. لا يا حبيبي روح انت، انا مش فارق لي اصلا. على الفقر. استاذ طارق، ازاي حضرتك؟ انا مبسوط اني شفتك قوي. اهلا 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 اهلا، انا اللي مبسوط. يعني متشكر جدا حضرتك، يعني وزاء كبير قوي وبحبك والله وبسمعك ومتابعك من زمان يعني. اهلا اهلا وسهلا. انت خلصت دراسه بقى ولا لسه؟ لا الحمد لله، بس على وشك يعني. لا الحمد لله. هو صاحبكم ده زعلان من حاجه؟ هو بس مكتئب شويه عشان صاحبنا لسه منتحر بعيد عنك. منتحر؟ لا، ده انا اجيب كرسي بقى واجي اقعد معاكم. ايوه ايوه. مين؟ عم عبد الستار؟ ابوك فين يا منال؟ هذا هنا حبيبي اهو. اتفضل ادخل يا عبده. لا تعالى تعالى تعدي عشان أنا مش عارف انا. حاضر حاضر. منال، خش نام انت وانا عند عمك. ها؟ اقفل ورانا كويس يا حبيبي. قصة عجيبة فعلا. أنا طبعا مقدر إحساسك بصاحبك اللي حاول ينتحر، يعني عارف إنها حاجة فعلا. يا مساء الفل. مساء النور. أستاذ طارق؟ طارق كساب صح؟ مظبوط. ده بقى استاذ طارق صاحبنا اللي انتحر، ربيع. ما هو الخيبة لما بتيجي من كل ناحية. ما أنت صاحبك زي الفل أهو. ما قدرتش انام، صحيت لقيت نفسي لوحدي وهي مش جنبي. خفت، معرفش ايه اللي خوفني قوي كده. رحت ناديلك. والله جدع، ده أنت كنت وحشني. يعني لو ما كنتش جيت لي كنت أنا اللي هجيلك. طب كل معايا بقى واشرب، احسن انا مفيش حاجه نزلت بطني من صباحيه ربنا وجعان مش عارف اكل لوحدي. حاضر حاضر، هاكل. خازوق عملته فيا اختك، مقلب مش قادر استحمله. حاسس بيك يا عبد. هتوحد الله بقى وتقول لي مين اللي مزعلك في البلد؟ لا ده زعلته كبيره قوي يا استاذ طارق. من ايه يا ترى؟ بقول لك يا مصطفى، ما تلم نفسك. انا قلت من اول اقعد لوحدي اصلا. خلاص استهدى بالله بس وقول لي مين اللي مزعلك في البلد؟ يا استاذ طارق ملوش هو في الكلام ده، ولا استهدى بالله ولا وحد بالله، ملوش في القصه، براها اصلا. ده انت عيل سخيف قوي. عن اذنك يا استاذ طارق. انور انت ملحد صح؟ مش عارف يا بيه، انا شاكك في كل حاجه. انا شاكك في وجود انا اصلا، يبقى اصدق في وجود مين؟ اقعد استهدى بالله كده واقعد.